أحبائي وأعزائي، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة كوكب الشرق. أحبائي وأعزائي أصدقاء قناة كوكب الشرق ومحب الفن السابع، أهلا وسهلا بحضراتكم. ولقائنا اليوم مع الراحلة الجميلة رجاء بالمليح، وهي واحدة من أشهر فنانات الوطن العربي، كما إنها من أجمل الأصوات اللي ممكن تستمع لها. رجاء بالمليح مغربية الجنسية، بالإضافة إلى أنها تحمل الجنسية الإماراتية، وهي من أعظم الفنانات التي أنجبها الوطن العربي، ولا زالت أغانيها معروفة حتى الآن. ولدت رجاء بالمليح في 22 إبريل عام 1962 في العاصمة الرباط بالدولة الشقيقة المغرب، واشتهرت خلال طفولتها بصوتها الرقيق، وتربت على الأغاني الكلاسيكية، وذلك بسبب حبها وعشقها للفن. ومع وصول الفنانة رجاء بالمليح لسن ال18 اتقدمت لبرنامج المسابقات الغنائي أضواء المدينة، ولاقت نجاح كبير جدا في هذه المسابقة حين ذاك، وحصلت على المركز الأول. وبعد فوزها بالمركز الأول بمسابقة أضواء المدينة، لحن لها ملحنين عظماء من المغرب، من بينهم عبد القادر الراشدي وأحمد البيضاوي. ثم انتقلت الفنانة رجاء بالمليح إلى مصر، ومن ثم كانت انطلاقتها الغنائية المميزة، واشتهرت بأغنية صبري عليك طال في مصر، ولاقت نجاح كبير جدا أغنية صبري عليك طال في أول مطلع التسعينات، واكتسحت وكانت يعني لها شعبية جميلة جدا، والنجمة كمان من خلالها حققت نجومية كبيرة. وبعد كده اتعاملت بقى مع الملحن، هي في أغنية صبري عليك طال اتعاملت مع حميد الشاعري، ثم توالت الألبومات الغنائية بتاعتها في مصر، ومنها يا غايب عن عيوني وشوق العيون. وكانت بتستعد الله يرحمها لإصدار شريط باللهجة المصرية بعد نجاح ألبومها الخليجي حاسب، وفي ألبومات أخرى اللي هي يا غايب واعتراف. اتعاملت مع ملحنين مصريين كبار جدا زي الملحن جمال سلامة ومحمد ضياء الدين وحلمي بكر وصلاح الشرنوبي، وكانت تتمتع بمكانة كبيرة جدا في قلوب أهل الإمارات. وكان الشيخ زايد رحمة الله عليه رجل الخير، كان يميزها دايما، وكان بيحب صوتها وبيدعمها. وأقامت لعدة سنوات في العاصمة أبو ظبي، وواظبت خلال مسيرتها الفنية على أداء الأغنيات باللهجة الخليجية، لا سيما تلك التي كتبها الشيخ الراحل زايد بن سلطان النهيان. سنة 87 أصدرت أول ألبوم ليها بعنوان يا جار ودينا، وضم عدد من الأغنيات منها مدينة العاشقين والحرية وأطفال الحجارة. ثم أصدرت ألبوم آخر بعنوان هكذا الدنيا تسامح من ألحان الملحن السعودي الكبير والفنان طلال مداح. في مطلع التسعينات انتقلت لمصر زي ما قلنا، وكان ليها انطلاقة جديدة وكبيرة من مصر أرض الفن، وأثمرت هذه الانطلاقة ألبوم صبري عليك طال. بعد كده من ضمن حياتها الخاصة إن هي متزوجة من رجل الأعمال المصري محمد شرف الدين، ولها منه ابن وحيد اسمه عمر. كما إن رجاء بالمليح حاصلة على ماجستير في الأدب العربي، وكانت نجمة معروف عنها أنها مثقفة جدا. القبول لديها كان عالي جدا جدا من فضل الله، الله يرحمها. سنة 1999 اختيرت رجاء لتكون سفيرة للنوايا الحسنة، ثم عام 2002 تعرفت على زوجها رجل الأعمال محمد شرف، اللي كان بيشتغل في الإمارات في مجال العقارات، واتفقوا على الزواج، وربنا رزقهم
بعمر في نفس السنة. بعد سنتين من الزواج تعبت جدا صحيا وذهبت إلى فرنسا، لكن بفرنسا أخبروها إن ممكن يكون ليه علاج، ولكن هذا العلاج لا زال في المرحلة التجريبية، ويخيروها بين إن هي إذا كانت تقبل إن يتجرب عليها الدواء، ووافقت، وبالفعل حالتها نسبيا اتحسنت، وانتجت في سنة 2005 شريط اسمه حاسب. إلا إن للأسف المرض رجع إليها مرة أخرى وتعبت جدا. في عام 2007 رجعت إلى المغرب علشان تكون وسط أهلها ووسط إخواتها، وهي كانت مرتبطة بأسرتها جدا ومرتبطة طبعا بأهلها وجذورها في المغرب. وفي يوم وأهلها كانوا قاعدين حواليها طلبت منهم إن هم يدعوا لها، وقالت لهم إنها حاسة إنها بتمر في أيامها الأخيرة، وطلبت من أختها إن تقرأ لها سورة ياسين، ورددت وراها السورة، ثم طلبت منها ملعقة من العسل أخذتها، ثم أفضت روحها إلى بارئها جل وعلا. ومحدش بيكبر على اللي خلقه. الله يرحمها رجاء بالمليح ذات السيرة العطرة والفنانة الجميلة، اللي طالما إن هي يعني أسعدت شعب مصر. أنا مش قادر يعني أنا بفتكر دلوقتي لما صدرت أغنية صبري عليك طال، إن هذه الأغنية انتشرت جدا بشكل كبير في مصر، والجماهير حبت رجاء جدا جدا جدا، وهي فنانة كان مشهور عنها الأدب الجم الشديد، وكانت يعني بتتحرى الدقة جدا في الأعمال الفنية اللي هي عملتها، وخاصة إن هي ما كانتش منتشرة في الوسط الفني وليها أصدقاء كتير، فكانت بتتخذ من الأعمال الفنية اللي هي بتعملها وجهة ليها، فكانت بتتحين الدقة إن الأعمال تطلع حلوة وتعجب الناس. وحبت مصر جدا لما أقامت فيها، وشعب مصر حبها والوطن العربي كله حبها. رحمة الله على هذه الفنانة القديرة اللي حبت فنها، والفن أعطاها حب الناس، واللي بيرضى عليه ربنا بيحبب خلقه فيه. شكرا إن حضراتكم استمعتم إلي لحد هذه اللحظة من الفيديو. آسف إن أنا أطلت عليكم، وإن شاء الله هيكون لينا لقاء بل لقاءات أخرى مع الأخبار الفنية المحترمة اللي بتعجبكم. وأنا يعني بقول محترمة وتحتها 30 شرطة، لأن هذه القناة لا تنشر أي شيء غير محترم، لأنها بتحترم مستمعيها. شكرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله أحبائي. سلام عليكم.